احلى من ريحه الاكل وهو بيستوي في البيت. النهارده رجعنا لاكلات الزمن الجميل، المكرونه بالبانيه. هنعملهم بطريقه سهله جدا، مكونات بسيطه جدا بس النتيجه خرافيه. هعلمك ازاي تطلعي البانيه جوسي من جوه ومقرمش من بره، ومعاه مكرونه كده خطيره بصوص الطماطم يفتح النفس. بس ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم. يلا جهزي ورقه وقلم وهتعملي غدا في اقل من نص ساعه. يلا بينا مع بعض. معايا نص كيلو بانيه، وخلي الفرارجي اقطعهولك بالطريقه دي. شايفين سمكه كده متوسط. مسكته كده شطفته وعصرت عليه ليمون وميه وملح كده شطفه خفيفه كده، وادانا النتيجه الخطيره دي. لو في اي جلد اي شوائب كل ده تشيليه. يلا بينا مع بعض نشوف هنعمل ايه. معايا دلوقتي ميه بصل. بتجيب البصل تبشريه، ترش عليه شويه ملح وبتعصريه وتنزلي الميه دي. شايفين خطيره ازاي؟ يلا بينا بقى مع بعض ننزل بالتوابل. معايا نص معلقه ملح، ونص معلقه فلفل اسود، ونص معلقه بهارات فراخ، ونص معلقه مرقه دجاج، ونص معلقه بابريكا، ونص معلقه جنزبيل بودر، ومعايا نص معلقه توم بودر. وهنزل بالمكونات دي دلوقتي. ونبتدي دلوقتي ننزل بليمونتين معصورين هننزل بيهم. ومعانا دلوقتي كمان معلقتين خل هننزل بيهم. ده هيخليها جوسي وطريه من جوه وفي منتهى الروعه. معانا دلوقتي معلقتين 3 كده زبادي او نص علبه زبادي هننزل بيهم كده. هتديها طراوه كده ويخلي طعمها في منتهى الجمال. نقلب بقى المكونات دي كويس جدا مع بعض. شايفين شكلها عامل ازاي؟ خطيره وهتديكي النتيجه في منتهى الروعه. شايفين يا جماعه لونها عامل ازاي؟ يلا بينا دلوقتي بعد ما قلبناها كويس جدا بالطريقه دي ودوبنا كل المكونات مع بعض. هننزل دلوقتي معانا بنص كيلو بانيه. تبداي كده تغطسيه في الخلطه الخطيره ديت. شايفين يا جماعه شكلها عامل ازاي؟ واحده واحده كده. وتبداي دلوقتي مع بعض تعملي له تدليك بالطريقه اللي هتشوفيها دلوقتي. البانيه بقى يا جماعه غطسوه كده في المكونات الخطيره دي. شايفين يا جماعه لونها خطير وطعمها يبقى في منتهى الروعه. امشي بس على الخطوات وهتطلع لك نتيجه بانيه في منتهى الروعه عمرك ما دقتي في جمال. يلا بينا دلوقتي هدخله التلاجة على الاقل ساعه. هسيبه بقى في التلاجة دلوقتي، تقدري تسيبيه ساعتين زي ما انت عاوزه. جبت طبق هنزل فيه دلوقتي بنص كوبايه لبن حليب، وهنزل عليهم دلوقتي بنص معلقه ملح على نص معلقه فلفل هننزل بيهم بالطريقه دي. ومعانا دلوقتي بيضتين هننزل بيهم. ونبتدي دلوقتي نقلب كويس جدا البيض مع اللبن لحد ما البيض يفك معانا خالص ويبقى بالطريقه دي. يلا بينا مع بعض ننزل بثلاث معالق دقيق. ودي خطوه مهمه جدا انك تفضلي تقلبي بالطريقه دي. ما تخليش اي تكتلات خالص من الدقيق. لازم يدوب خالص مع اللبن والبيض لحد ما يدوب معانا بالطريقه دي. شايفين يا جماعه بقى سايل ازاي؟ وفي نفس الوقت متماسك شويه عشان لما نيجي نحط قطع البانيه يمسك معانا من الخلطه الخطيره دي. معانا طبق تاني حاطين فيه البقسماط، وحط عليه كمان كريسبي بيتباع عند العطار. تقدري تجيبيه ناعم وتقدري تجيبيه خشن زي ما انت عاوزه. شايفين السمك ده؟ ورشه ملح وفلفل عليه. وبيبقى معانا احلى كريسبي تعملي بيها البانيه. يلا بينا دلوقتي معانا البانيه اللي احنا كنا متبلينه. ومعانا كده العجينه السائله اللي احنا عاملينها مع بعض عشان نحط فيها البانيه. ومعانا دلوقتي التغليف الاخير الكريسبي كده، الطبقه الاخيره اللي احنا هنغلف بيها البانيه. تاخدي بقى كده بالراحه قطعه البانيه تنزلي اللي فيها وتنزلي على طول في العجينه السائله اللي احنا عاملينها. وبرده تصفيها بالطريقه دي. اوعي تخليها فيها العجينه دي كتير عشان ما يعجنش معاكي الكريسبي. يلا بينا دلوقتي بايدك الناشفه كده وتبداي تغلفي كويس جدا كل قطعه البانيه. ما تخليش ولا حته ما فيهاش. ساوي كده اهو واضغطي بقى ضغطه خفيفه بالطريقه دي. ودي خطوه مهمه عشان قطعه البانيه تشرب معاكي من التتبيله الخطيره دي الاخيره دي. شايفين يا جماعه؟ اضغطي على خفيف كذا مره كذا مره عشان يشيل معاكي بالطريقه دي. تقدري برده تحطي طبقه تانية انك تنزليها في العجينه وترجعي تاني تحطيها في البقسماط. شايفين يا جماعه خطيره ازاي؟ واحده واحده كده وتضغطي على خفيف. ما تضغطيش جامد عشان ما تبقاش معاكي رقيقه خالص او رقيقه بزياده. اهي بالطريقه دي واحده واحده كده وكانك بتطبطبي عليها. اهي شايفين شربت معانا وعامله ازاي؟ وماسك عليها دلوقتي البقسماط ازاي؟ خطيره. ناخد قطعه تانية وننزل في العجينه. وزي ما اتفقنا اول ما ننزل في العجينه تصفيها بالطريقه دي وتروحي حاطه في البقسماط. واحده واحده كده بايديك الناشفه تبداي كده إيه تغلفي كل قطعه الايه البانيه. وتضغطي على خفيف بالطريقه دي كذا مره. تقلبيها على الجهه دي شويه وعلى الجهه دي شويه لحد ما تتغلف معاكي كويس جدا من البقسماط بالطريقه الخطيره اللي احنا عاملينها دي. شايفين انا بطبطب ازاي؟ اهي شايفين القطعه شالت ازاي وجميله ازاي؟ بارصها بقى في طبق كده اهوت، وبين كل 3 احط بينهم كيس تلاجة. ودي خطوة مهمة يا جماعة عشان ما يعجنش معاك. شايفين؟ كل ما ارص رصة احط ايه
كيس تلاجة بالطريقة دي، عمره ما يعجن معاكِ، حتى لو شلتيه في الفريزر عمره ما هيعجن معاكِ. يالّا بينا دلوقتي هنغطّيه وهادخّله بقى التلاجة، هاسيبه برضه نُص ساعة كده ونبتدي نقليه مع بعض. جِبت دلوقتي طاسة فيها زيت غزير وسُخن جامد، يالّا بينا ننزل كده بقطعة، قطعة بالطريقة دي، هتطلّعي أحلى بانيه هتاكليه في حياتِك. شايفين يا جماعة الزيت بيغلي إزاي؟ وبعد بقى ما ياخد لون بسيط كده هدّي النار بسيط كده عشان يستوي كويس من جوّه. أهم حاجة ما تقلّبيهاش إلّا أمّا تاخد لون معاكِ عشان تدّيكِ نتيجة. يالّا بينا نقلبها كده على الجنب التاني، شايفين يا جماعة كل قطعة عاملة إزاي، ولا فكِّت معانا ولا الطبقة اللي على الوش ثابت ولا أي حاجة خالص. دي آخر رصة طبعًا عشان أنا عملت الكمية كلّها. شايفين يا جماعة لونها أحمر وخطير وجميلة إزاي، وهتلاقيها من جوّه كده طرية ومن برّه بتقرمش معاكِ، حاجة روعة وفي منتهى الجمال. شايفين القطعة ماسكة نفسها إزاي؟ يالّا بينا دلوقتي نرفعهم كده، خطيرة يا جماعة والريحة جميلة جدًا. أهي شايفين القطعة ماسكة نفسها إزاي، ولا حاجة وقعت من عليها ومتماسكة، مع إني ما حطيتهاش في التلاجة كتير، ما فيش ربع ساعة. وبعد ما سوينا البانيه نعمل جنبه شوية مكرونة كده حلوين. حطينا المَيّة غليت ونزلتِ فيها بمعلقة ملح، ما تحطيش زيت يا جماعة لسليق المكرونة، انزلي بقى بالمكرونة كده السليمة، هتعملي أحلى شوية مكرونة اسباجيتي، وتقدري تعملي أي نوع أنتِ عاوزاه، هيديكِ نتيجة في منتهى الجمال. واحدة واحدة كده تنزّلي كده المكرونة وتقلبيها بالطريقة دي. شايفين يا جماعة؟ قلّبيها كدهوّة عشان ما تبقاش ماسكة في بعضها، التقليبة دي مهمة جدًا. يالّا بينا دلوقتي نعمل أحلى صلصة مكرونة. نزلت بمعلقتين زيت وهانزل عليهم معلقتين سمنة بلدي كده عشان الطعم والريحة الخطيرة. نقلّب بقى كده لحد ما تسخن، وانزل كده ب3، 4 فصوص توم مفرومين. أنا التوم ده يا جماعة فرماه في الفريزر، لو عاوزين الطريقة قولوا لي وأنا أبقى أنزّلها لكم. شوّحي بقى كده لحد ما ريحة التوم تظهر. يالّا بينا دلوقتي هننزل معلقة صغيرة ملح ونُص معلقة زعتر، وتقلّبي بقى كده لحد ما الريحة تطلع الخطيرة دي. جميلة يا جماعة. معانا معلقتين صلصة طماطم أو معجون الطماطم، ما فيش أي مشكلة خالص. تبدئي تشوّحي كده لحد ما تدوب معانا الصلصة وتشرب كده من طعم التوم الخطير دوّة. شايفين يا جماعة خطيرة في منتهى الجمال. حمّصي كده معلقة الصلصة ديّة وطلّعي ريحة الخزين اللي فيها. يالّا بينا دلوقتي هننزل نُص كوباية من مَيّة سليق المكرونة، ودي خطوة مهمة جدًا هيدّيكِ نتيجة في منتهى الجمال. شايفين يا جماعة الصلصة دابت دلوقتي مع مَيّة المكرونة، نتيجة في منتهى الروعة. تقدري تعملي كده ما فيش أي مشكلة خالص المكرونة. هننزل بنُص معلقة فلفل أسود كده، وطبعًا المكرونة ما بتستغناش عن الفلفل الأسود، خطيرة وفي منتهى الجمال. وهننزل دلوقتي بمرقة دجاج ودي اختياري تقدري تحطيها وتقدري تستغني عنها. قلّبي بقى الجمال والعظمة دي، حاجة ريحتها في منتهى الجمال. هانزل دلوقتي بعصير 4، 5 طماطمات كده، برضه هيدّينا طعم في منتهى الجمال. لمّا نزلنا بعصير طماطم ننزل كده بنُص معلقة سكر صغيرة عشان يعادل الحموضة ويدّيكِ طعم في منتهى الجمال. قلّبي بقى كده الجمال والعظمة دي وهنسيبها بقى كده مع بعض تتسبِّك شوية. وبعد ما اتسبكت كده بالجمال والعظمه دي، شايفين يا جماعه ما تقليهاش جامد. يلا بينا دلوقتي هننزل بقى بالمكرونه الاسباجيتي. انا اديتها شطفه خفيفه كده وسبتها برده تصفي الميه منها. شايفين الجمال والعظمه دي؟ مش لازم يعني تحطي زيت والكلام ده. شايفين يا جماعه؟ قلبيها كده بالراحه واحده واحده تكمل سواها كده وتشرب من الصوص الخطير دوت. ودوقي احلى شويه مكرونه هتاكلوها في حياتكم. قلبي كده من تحت لفوق. هنشوفها دلوقتي مع بعض وهي شايفين شربت معانا الصوص ازاي. حاجه جميله وفي منتهى الروعه. يلا بينا دلوقتي بعد ما خدت الطعم نرفعها من على النار. يلا بينا مع بعض جبنا طبقنا الجميل ده عشان نغرف المكرونه الخطيره. نغرف واحده واحده كده. شايفين يا جماعه المكرونه عامله ازاي؟ متغلفه بالصوص ليه؟ بصوص الصلصه بتاعتها عشان احنا ما حطيناش في ميه السليق زيت. ودي خطوه مهمه هتخلي المكرونه تشرب معاكي من الطعم الخطير دوت. والزعتر ده مهم جدًا يا جماعة في المكرونة، فعلًا بيدّي نتيجة خطيرة. شايفين يا جماعة البانيه بسم الله ما شاء الله، طبعًا النُص كيلو أنا شِلت منه برضه. شايفين عاملة إزاي؟ القطعة قد إيه، قطّعيها بقى كده شايفين والcover ماسك عليها، حاجة في منتهى الروعة. شايفين كل قطعة عاملة إزاي ومستوية من جوّه. رُص بقى كده حوالين الطبق الخطير دوّة. شايفين الجمال والعظمة دي؟ يرُص كده بالطريقة دي حواليها وأكّلي ولادِك كده وقدّميها كدهوّة حاجة في منتهى الجمال، ووجبة سريعة مش هتاخد منِّك وقت خالص. وبكده نكون عملنا أحلى طبق مكرونة وبانيه ممكن تدوقيه في حياتِك. أكلة بجد بتدفّي القلب وتجمّع العيلة. جرّبوا الطريقة دي وقولوا لي في الكومنتات طلعت معاكم إيه. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيّكم، علشان الكل يستفيد. وبالهنا والشفا واستنوني في أكلة جديدة وسريعة المرّة الجاية.